السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صل على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية. موضوع اليوم راح يكون عن التقاعد في الجزائر. كنت درت مشاركة وطلبت منها التصويت على 3 مواضيع. الموضوع الأول اللي هو التقاعد النسبي، الموضوع الثاني اللي هو التقاعد المسبق، والموضوع الثالث منحة المرأة الماكثة في البيت. وكان التصويت بالأغلبية إن لم أقل 100% عن التقاعد النسبي، والأمر موضح هنا في الشاشة كما ترون. السلام عليكم ورحمة الله. موضوع الفيديو القادم عن 3 مواضيع: التقاعد النسبي، التقاعد المسبق، والموضوع الأخير هو منحة المرأة الماكثة في البيت. كما ترون كان التصويت على التقاعد النسبي بنسبة 100% للتقاعد النسبي. نروحوا نعرفوا التقاعد في الجزائر. نعرفوا أنواع التقاعد، شروط كل نوع من التقاعد وأخيرا الأشخاص المستفيدين من كل نوع من التقاعد. نروحوا أولا على بركة الله نعرفوا التقاعد في الجزائر. التقاعد هي النقطة التي يتوقف الشخص فيها عن العمل تماما، ويتم إحالة العديد من الناس إلى التقاعد عندما يصبحون غير مؤهلين للعمل بسبب واحد وهو كبر السن. من بعد ما درنا تعريف شامل ومختصر للتقاعد، روحوا لأنواع التقاعد الموجودة في الجزائر. كما نعرفوا بلي التقاعد في الجزائر أنواع التقاعد. عندنا أولا التقاعد العادي، ثانيا التقاعد المسبق، ثالثا التقاعد حسب السن الشرعي، ورابعا التقاعد دون شرط سن، وخامسا وهو التقاعد النسبي. نبدأ على بركة الله بلا ما نطول عليكم. التقاعد العادي. نروحوا للتقاعد العادي. ما هو التقاعد العادي؟ اللي هو معروف بلا غوطخيت الاج ليغال، وهذا النوع من التقاعد معمول به منذ سنة 1983 وهو ساري المفعول إلى يومنا هذا. قلنا هذا التقاعد أو هذا القانون ينظم التقاعد، وسن الحصول على هذا التقاعد يقدر ب 60 سنة، غير أنه توجد حالات خاصة للاستفادة من التقاعد قبل هذا السن تشمل فئات معينة، وهي المرأة العاملة، وبناء على طلبها تستطيع أن تستفيد من التقاعد عند 55 سنة، كما أنها تستفيد من تخفيض في السن يقدر بسنة واحدة عن كل طفل ربته على الأقل 9 سنوات في حدود 3 أطفال. في الإدارات العمومية التي لا تحقق ربح مثل البلدية ولا قطاع الصحة ولا قطاع التعليم، هذه المؤسسات تاع الدولة اللي ما تحققش ربح. أما القطاع الخاص خاص بالتجار والحرفيين، تاج الحامل السجل التجاري، والحرفي كذلك الحامل لبطاقة حرف، يعني الأعمال الحرة. ولكن بالنسبة للقطاع الخاص عندهم التقاعد حتى 65 سنة، بغض النظر عن القطاع تاع الدولة اللي عنده 60 سنة بالنسبة للرجل. روحوا للنوع الثاني من التقاعد اللي هو التقاعد المسبق، الذي نص عليه المرسوم التشريعي 10/04. هذا التقاعد المسبق نشرح أولا التقاعد شرحناه في بداية الفيديو. ثانيا المسبق، يعني المسبق يكون هذا التقاعد يكون سابقا لأوانه. نجد هذا التقاعد المسبق يكون في القطاع الاقتصادي عند الدولة ولا القطاع الخاص، يعني القطاع الاقتصادي اللي هي مؤسسات الدولة التي تستهدف الربح. هنايا الشروط بالنسبة لهذا التقاعد المسبق هو 50 سنة بالنسبة للذكور و45 سنة بالنسبة للنساء ولا للمرأة.
لكن ماشي كاع العمال يدوا هذا التقاعد ولا يكون عندهم الأولوية في هذا التقاعد المسبق. نجد المستفيدين ولا عفوا العمال الذين يفقدون مناصبهم في هذا القطاع بطريقة لا إرادية لظروف أو لقوى قاهرة تعرضت لها هذه المؤسسة الاقتصادية كما نقولوا، يعني تقليص عدد العمال نظرا لظروفها المادية ولا لأسباب اقتصادية. تضطر هذه المؤسسة باش تقلص العمال. يعني هاد العامل هنايا ما خرجش بإرادته، محض إرادته ولا قدم استقالته ولا تخلى على المنصب عليه كان بقوة قاهرة ولا لأسباب اقتصادية لهذه الشركة. هنا نشوفوا كما قلنا سن الرجل 50 سنة وسن المرأة 45 سنة مع احتساب سنوات العمل 10 سنوات على الأقل مع الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي بطبيعة الحال. نروحوا للنوع الآخر من التقاعد وهو التقاعد دون شرطي السن. هذا التقاعد يحتسب فيه سنوات العمل 32 سنة دون النظر إلى شرط السن سواء للرجل أو للمرأة. ولكن للأسف ألغي هذا النوع من التقاعد سنة 2016. يعني سنة 2016 تم إلغاء هذا النوع من التقاعد. دونك نروحوا للتقاعد النسبي للأسف اللي هو كذلك ملغى. جابه المرسوم التنفيذي 97/13 الذي هو كذلك ألغي في سنة 2016. وهو موضوع هام، موضوع المطالبة. يعني الموظفين والعمال يطالبوا بإرجاع هذا النظام من هذا التقاعد النسبي اللي هو يتطلب شرط 50 سنة للرجل و45 سنة للمرأة. بالنسبة للرجل تكون عنده 20 سنة شرط عمل احتساب سنوات العمل، والمرأة تكون عندها 15 سنة احتساب سنوات العمل. هذا اللي نتمنوا أن الدولة تعاد ولا تعيد النظر فيه إن شاء الله، ويكون موضوع مطرح لدى الحكومة الجزائرية إن شاء الله يفصلوا في هذا الأمر. إلا أنه جاءت الدراسات إلى الارتفاع السريع لعدد المتقاعدين وعجز الصندوق الوطني للتقاعد على صرف معاشاتهم ومنحهم. قام المشرع بتعديل القانون رقم 1283 المتعلق بالتقاعد بموجب القانون رقم 1516 بغية منه في اتخاذ إجراءات يمكن من خلالها إعادة التوازن للصندوق، فأبقى من خلاله على التقاعد العادي ببلوغ سن 60 سنة، وألغى كل من التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. لكن يمكن للعامل الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة من أجل ذلك يستفيد من معاش التقاعد قبل هذه السن. وكشف وزير العمل والتشغيل الاجتماعي أنه لا عودة إلى التقاعد النسبي، حيث أن شروط هذا النمط الاستثنائي من التقاعد منعدمة حاليا، مشيرا أيضا إلى أن شراء الاشتراكات الخاصة بالسنوات المتبقية للعمال مقابل الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية المحددة يخالف القواعد العامة. وأوضح الوزير خلال الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة فيما يتعلق بالإجراءات التي تنوي القطاع اتخاذها من أجل النظر في احتساب مدة 32 سنة خدمة. وجاء كذلك على لسان وزير العمل والتشغيل أن النظام الوطني للتقاعد ونظام الأجراء وغير الأجراء يتركز على المبادئ العامة المنصوص عليها في أحكام قانون رقم 83/12 التي كرست مبدأ توحيد الأسس الخاصة باكتساب الحقوق. وبخصوص التقاعد النسبي أشار الوزير كذلك إلى أن هذا النوع من التقاعد تم استحداثه في ظروف مميزة وفي فترة محددة، حيث أن شروط هذا النظام الاستثنائي كما قلنا من التقاعد منعدمة. وصلنا لنهاية الفيديو لهذا العدد اللي كنا شرحنا فيه تعريف
التقاعد في الجزائر، أنواع التقاعد، من هم مستفيدون من كل نوع من التقاعد، وكذلك شروط التقاعد وكيفية احتساب سنوات العمل لكل نوع من التقاعد. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.